درجاتها 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان. لكن عاليها هو الفردوس مستوف بعرش الخالق الرحمن. هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان. لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان. فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا 2000 كاملتان. فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني. أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان ذي الإحسان. أبوابها حق 8 أتت في النص وهي لصاحب الإحسان. باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حلى الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان. مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل 6 بعد 8. والسابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولو سبق إلى الإحسان. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان. أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. هذا وسنهم 3 مع 30 التي هي قوة الشبان. والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان. ألوانهم بيض وليس لهم لحا جعد الشعور مكحل الأجفان. هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص عقيان. وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان. والطين مسك خالص أو زعفران جابذا أثران مقبولان. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان. حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان. وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلتني النيرين لقلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان. خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. أشجارها نوعان فيها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان.
فيلذها في الأكل عند منالها، وتلذها من قبله العينان. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان. وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان. لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان. وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيدان. بل ذللت تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان. وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذة لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين، ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني. يدعى بتسليم سلام شربهم، شرب المقرب خيرة الرحمن. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. أوما سمعت سماعهم فيها ضناء الحور بالأصوات والألحان. وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. وهل لذياك السماع ولم أقل دياك تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد 8. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الغصان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. والمعصر